طب يا صديقي، الكلام اللي احنا بنقوله ده كلام جميل وكلام نظري وشكله حلو وشوفنا حاجات جميلة جدا، بس اعمل انا ايه بقى علشان المحيط بتاعنا يبقى ازرق؟ ازاي اخلق المحيط الازرق بتاعي؟ هنا يجي دور اطار العمل الرباعي، او ممكن نسميه الاربع افعال السحرية. الاربع افعال ببساطة هم احذف، قلل، ارفع، ابتكر. هنمشيهم واحدة واحدة. اول فعل هو اليمينيت او احذف. ايه الحاجة اللي الناس معتبراها اساسية في المنتج او الخدمة بس الحقيقة هي ملهاش لازمة وبتكلفك على الفاضي؟ مثال سلسلة فنادق ايبيس بادجت. زمان فنادق رجال الاعمال كانت بتتباهى بالبوفيه المفتوح وبالراحة وبالمساج وحمام السباحة الكبير والخدمة الغرف 24 ساعة. بس تعالوا نفكر، هو راجل الأعمال اللي جاي يقعد يومين في مكان هيعمل ميتنج ولا 2 ويمشي محتاج كل الكلام ده؟ لا. هنا ظهرت سلسلة فنادق ايبيس بادجت، أو كان زمان اسمها فورمولا 1، علشان تلعب في السوق ده لوحدها. قال لك احنا هنشيل كل الكماليات اللي ملهاش لازمة، ولا سبا ولا بوفيه مفتوح ولا حمام سباحة. احنا هنوفر لك اوضه نظيفه مريحه وسعر كويس مع خدمه مميزه. النتيجه ان هم نجحوا يخدموا شريحه ما كانش حد خدمها صح، شريحه بس كانوا محتاجين مكان مرتب نظيف يناموا فيه من غير ما يدفعوا 8 حاجات مش بيستخدموها اصلا. 2 ريديوس او قلل. ايه الحاجه اللي بتقدمها زياده عن اللزوم وممكن تقللها من غير العميل ما يتضايق او يكون عنده اي تحفظات؟ زي بعض شركات البرمجيات وساوث ويست ايرلاينز. بعض شركات البرمجيات كانت دايما تتباهى بفتره انه احنا بنعمل بروجرام فيه كل حاجه وفيه كل الفيتشرز دي وفيه كذا وبيعمل كذا وبيعمل كذا. العميل بقى بيدفع فلوس كتير وهو في الاخر ما بيستخدمش كل الفيتشرز دي. فالشركات الذكيه من شركات البرمجيات خدت بالها من النقطه دي، بدات تقلل الفيتشرز اللي هي الناس مش بتستخدمها وركزت على الاساسيات اللي العميل فعلا بيحتاجها. النتيجه كانت زياده في مبيعات الشركات. ساوث ويست ايرلاينز طبقت نفس الفكره، بدل ما يتخانقوا على مين يقدم وجبه افضل او كراسي اريح، قالوا طب ما نركز على الناس فعلا محتاجاه. شالوا الوجبات، لغوا الكراسي المحجوزه، وركزوا بس على رحلات قصيره بسعر بسيط وخدمه ممتازه. النتيجه في الحالتين ان العميل لقى اللي عايزه من غير ما يدفع فلوس كتيره، ولقى الخدمه اللي هو بيدور عليها، والشركات وفرت فلوس وكسرت المنافسه. ثالث نقطه ارفع او ريز. فكر في ايه الحاجة اللي العميل محتاجها فعلا بس مش موجودة في السوق كتير وبيدور عليها، زي الجودة، السرعة، او مستوى الخدمة. مثال زي شركة زابوس. في اي خدمة عملاء العميل دايما بيدور على 3 حاجات: سرعة الاستجابة، شفافية في التعامل، بساطة وسهولة في انك تخلص الحاجة اللي انت عايزها. كتير من الشركات ما بتوفرش الحاجة دي بشكل كافي، بالتالي لو انت قدمتها انت هتعمل لنفسك سوق مميز. متجر الأحذية الأونلاين زابوس رفع مستوى خدمة العملاء لمستوى تاني في الوقت ده. سمح للعملاء إنه يشتروا أي عدد من الأحذية ويرجعوا أي حاجة هم عايزينها. دعم وخدمة عملاء على مدار 24 ساعة. تعامل ودي يخلي العميل يحس بالأمان، والنتيجة ولاء العملاء ارتفع جدا وكانوا بيكملوا يشتروا من زابوس حتى لو الأسعار ما كانتش أقل حاجة. رابع حاجة كرييت أو ابتكر. ايه الحاجة اللي ممكن تضيفها ومحدش قبلك عملها؟ حاجة تخلق قيمة جديدة للعميل وتخليه يحس انك بتقدم له حاجة محدش قدمها قبل كده او هو ما شافهاش. يعني مثلا انك مش لازم تبيع المنتج بس، ممكن تضيف له خدمة اضافية او قيمة جديدة تفرق مع العميل. يعني لو انت بتبيع كاميرات ممكن تقول للعميل ان ده كورس مجاني ازاي تستخدم الكاميرا او كورس مجاني في التصوير. ساعتها هو هيبقى عنده ولاء للمكان ده وبيخلي تجربته مميزة معاك. نفتكر طبعا لما اوبر غيرت مجرى اللعبة خالص. قبل اوبر كانت الناس لازم تنزل الشارع تدور على تاكسي توقفه وتركب وتروح المشوار بتاعها، او كان ممكن تحجز بالتليفون. اوبر قدمت حاجة ما كانتش موجودة خالص، تقدر تحجز من الموبايل، تعرف السواق وسعر الرحلة وتدفع اونلاين. خلقت تجربة وخدمة جديدة ما كانتش موجودة قبل كده، وعشان كده غيرت تجربة الناس كلها. طب تخيل معايا منتجك او خدمتك او حتى طريقة تعاملك مع العملاء، ايه اللي ممكن تلغيه؟ ايه اللي ممكن تقلله؟ وايه اللي ممكن تعليه او ترفعه؟ والاهم ايه اللي ممكن تبتكره ومحدش فكر فيه قبل كده خالص؟